السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة دايما يا رب العالمين. احنا النهاردة هنعمل مع بعض احلى كشري مصري ممكن تعمليه. الكشري بقى بتاع البيت اللي طعمه تحفة. هعمله لكم بنفس تكات المحلات اللي انتوا بتحبوا تاكلوه بره. هنقول بسم الله ونبدأ مع بعض. بأول حاجة انا جبت 3 بصلات وسط وقطعتهم حلقات كده، غسلتهم كويس جدا ونشفتهم. حطيت عليهم رشة من الملح ومعلقة من الدقيق ومعلقة من النشا. قلبتهم كويس جدا مع بعض، وفي طاسة على النار فيها زيت، كوباية ونص زيت او كوبايتين. وبدأت ان انا هقليهم وحمرهم بالشكل ده، مش عايزاهم اغمق من كده عشان ما يمرروش. الزيت اللي فضل معانا ده، احنا طبعا هتقولي ده كتير او كده، لا هقول لكم ان احنا هنستخدم الزيت ده كله في الكشري لاخر نقطة فيه. اي حاجة على النار كده هنجيبها، ناخد زيت من اللي احنا قلينا فيه البصل و4 فصوص من الثوم، وهنبدأ ان احنا نلونهم كده ياخدوا لون ذهبي معانا بسيط علشان برضو ما تمررش. والصلصة بتاعتنا انا ضربت طماطم في الخلاط، يعني مثلا شفشق طماطم كده وحطيته علشان يتسبك. الطماطم كتير هقول لكم هنعمل بيها ايه، لان مش كلها تبقى صلصة. في اي حلة على النار، وهاخد زيت من الزيت بتاع البصل برضو، وهحط كوباية ونص من الشعرية وحمرتهم كويس جدا، وهغسل كوباية ونص من الرز برضو وهنشفهم كده، صفيهم بمصفى كويس خالص، وهبدأ ان انا انزلهم مع الشعرية بعد ما تحمر على الهادي كده. وهقلبهم كويس جدا لحد ما نحس ان الرز فلفل خالص معانا. الرزاية بقت حباية لوحدها كده مع الشعرية بالشكل ده. الحركة اللي احنا بنشوح فيها كل حاجة مع بعض دي، عايزة اقول لكم هي اللي بتخلي الرز مفلفل. انا هعمل كل حاجة مع بعض، مش كل حاجة لوحدها، علشان توفر وتسهل علينا كتير وبيبقى طعمه تحفة. العدس ده انا جبته بليته قبلها في مية سخنة قبلها بساعة، علشان انا هسويه مع الرز ومع الشعرية. انا حمرته في الوقت ده مع الرز ومع الشعرية، شوحته كويس جدا لمدة مثلا 5 دقايق كده ولا حاجة. ده بيخليهم مفلفلين جدا. نزلت معاكم بكوبايتين ونص مية مغليين، ورشة من الملح ورشة من الكمون. الكشري بيحتاج كمون كويس جدا هو والملح، مش اكتر من كده، لحد ما الريحة بتاعتهم كلهم بدأت ان هي تطلع كده وتبقى ريحتها تحفة. المكرونة انا هنا كنت بسلقها، لما وريتكم المكرونة كنت بسلقها. دي الصلصة بدأت احط عليها الملح، ومعلقة من الملح ومعلقة من الكمون ومعلقة من فلفل الاسمر. والصلصة اتسبكت وبقت لونها حلو قوي على الهادي، اهم حاجة علشان تتسبك كويس جدا. هحتاج الصلصة دي في حاجات هقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. برضو بالطاسة اللي احنا قالين بيها البصل، هاخد منها معلقتين في اي حاجة موجودة عندك، وهاخد 4 فصوص ولا 5 كده من الثوم. هشوحهم كويس جدا لحد ما الريحة بتاعتهم تبدأ تظهر كده. تبارك الله، الريحة كانت مالية الشقة تحفة. حاجة في البيت لأولادنا وحاجة مضمونة وعارفين احنا عاملينها ازاي. تبارك الله تحفة. هنا خلاص كان التوم اخد اللون بتاعه التحفة. بدأت ان انا احط معاه شوية من الكمون وشوية من الكزبرة، الريحة بتاعتهم تبدأ ان هي تطلع كده. معايا فنجان صغير من العصير الليمون وفنجان صغير من الخل. حطيتهم مع بعض كده ياخدوا غلوتين، واخدت كبشتين من الصلصة اللي احنا عاملينهم كرنبين كده من الصلصة دي، وبدأت ان انا اقلبهم. ومعايا هنا الدقة كانت جهزت على جنب، حطيت ملحها وظبطته وركنتها. المكرونة بتاعتي كانت استوت كويس جدا. التكة بقى اللي هنا اللي بتخلي الكشري بتاعك زي بتاع المحلات، ان انت بتاخدي زيت من اللي انت قالية فيه البصل، وبتحطي 4 معالق زيت وتقلبي المكرونة فيه. تبارك الله تحفة. اخر شوية زيت فضلوا معايا من البصل، انا نزلت بيهم على النار، ونزلت بقطعت كده واحدة من الفلفل الحامي، ومعلقة من الشطة، ومعلقة من الكزبرة، ومعلقة من الكمون. وقطعت طماطماية قطع، شوحتهم مع بعض يتبالوا كويس جدا. وبعدين لما حسيت ان هم خلاص بدأوا ان هم يتبالوا شوية كده على النار، حطيت الصلصة. هحط قد ايه صلصة؟ برضو هحط كرنيب او 2 على حسب ما انت عايزة. اقول لكم كانت حامية جدا.
بس احنا بنحب الحراق. لو مش بتحبوه ما تحطوش شطه واكتفوا بالدقه بس. انا هنا كنت خلصت الكشري بتاعي تبارك الله، ما اخدش وقت خالص، طعمه تحفه. عايزاكي تقومي تعمليه، هتعمليه احسن من ما انا عملته كمان، انا عارفه. تسلم ايديكم وعينيكم مقدما. وعايزه اي حد ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس علشان اي حاجه انا بنزلها توصل لكم بامر الله. وما تنسوش تكتبوا في الكومنتات تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام علشان ناخد الثواب مع بعض. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام عليكم.